قصة فيلمنا بتبدأ في لندن مع راجل عجوز اسمه كوان واقف مستني بنته فين تخرج من المدرسة. أول ما بيشوفها خارجة مع زميلها بيحس بضيق لكنه بيخبي مشاعره. بيركبوا العربية مع بعض وهي بتفرجوا على فستان التخرج اللي عجبها، وبتطلب منه يوديها بسرعة لمحل الملابس عشان تلحق تشتريه قبل ما الوقت يضيع. وهم في الطريق بيبدأ يسألها عن زميلها ده، وبيعرف إن اسمه تشابي وبيشارك في فريق كرة القدم وإنه ناوي يروح معاها حفلة الرقص. كوان بيتفاجئ لما بيعرف إنه مأجر عربية مخصوص علشان يوصلها، وده بيخليه يقلق عليها. أول ما بيوصلوا فين بتنزل بسرعة وبتطلب منه يستناها، لكن وهي دخلت المحل بتخبط في شاب كان نازل من على الموتوسيكل بتاعه وبيقع منه المفتاح. في اللحظة اللي بتدخل فيها المحل كوان بيتحرك بالعربية، لكن فجأة عربية تانية بتظهر من العدم وبتخبط عربية، وفجأة المكان بينفجر بانفجار مهول وبيتدمر كل اللي حواليه. كوان بيخرج من العربية بإصابات في وشه، وبنته بيجري بسرعة ناحية المحل وهو قلبه واقع في رجليه. بس المشهد اللي بيشوفه بيكسر قلبه أكتر. بعدها المشهد بيتنقل لجريدة كبيرة والكل هناك مشغول بالحدث. واحد من الصحفيين اسمه إيان بيتفاجئ باتصال من شخص مجهول وبيقولوا إنهم جماعة إرهابية اسمها الجناح المسلح للجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي، وإنهم اللي ورا الانفجار. بنعرف وقتها إن التفجير حصل جنب بنك بريطاني كبير، وإن القنبلة كانت مزروعة فيه، وإن هدفهم ضرب البنوك البريطانية اللي بتمول الاحتلال في إيرلندا الشمالية. إيان بيروح لرئيسه بسرعة وبيقول له على المعلومات اللي وصلته، وساعتها رئيسه بيحس بالخطر لأن معاهدة السلام على وشك تنهار، ولو ده حصل الأمور هتخرج عن السيطرة. بعد كده بيعلنوا الخبر لكل الصحفيين وبيبدأوا يحاولوا يعرفوا الجماعة دي مين بالضبط. إيان بينزل مكان التفجير وبيبدأ يصور الضحايا، ومن ضمنهم كوان اللي قاعد وسط الدمار حاضن بنته وبعيد بحرة. الخبر بينتشر بسرعة وكل قنوات الأخبار بتنقله، وفي الناحية التانية بنشوف المجموعة اللي نفذت التفجير قاعدين في أوضة بيتفرجوا على الأخبار. واحد منهم اللي كان سايق الموتوسيكل بيسأل عن عدد القتلى، فزميله بيقول له إنهم 12 قتيلا و36 مصابا في المستشفى. وقتها حد فيهم بيحذرهم إن الشرطة بتفتش كل الفنادق وبيوت الضيافة في لندن وإنهم لازم يمشوا فورا، لكن قائدهم بيقولوا إن مفيش داعي للقلق طالما مش هيظهروا في العلن. المشهد بيروح لإيرلندا الشمالية، تحديداً بلفاست، عند نائب الوزير ليام اللي بيتلقى مكالمة من مراته ماري لكنه مش بيرد. بعد شوية بيفتح الموبايل وبيلاقي رسائل كتير عن التفجير، فبيرد عليها وبيحاول يطمنها، لكنها بتسأله ليه تجاهل مكالمتها، فبيقول لها إنه كان في اجتماعات. وقتها بتفكره إن النهاردة ذكرى وفاة أخوها، وده بيخليه يحس بالذنب إنه نسي. في الوقت ده كوان واقف في أوضة بنته بيلمس هدومها ولعبها وهو منهار تمام. أما ليام فبيرجع مكتبه وبيجيله اتصال من وزيرة مجلس الوزراء البريطاني كاثرين ديفيس اللي بتطلب منه يعرف مين المسؤول عن الانفجار في أسرع وقت. فبيقول لها إنه هيجتمع مع مجلس الوزراء وهيرفع لهم تقرير، وبيسألها لو حل الموضوع هيكون المقابل. فبتقول له إنها هتمضي على قرار العفو الملكي وده هيساعد في استمرار معاهدة السلام. بتشكره على إخلاصه للحكومة البريطانية، لكنه في سره بيحس إن الوضع أخطر مما بيبان على السطح. بعدها المحققين بيروحوا المطعم كوان عشان يتكلموا معاه وبيقابلوا مساعدته اللي بتبلغهم إنه موجود، وأول ما بيشوفوه بيقدموا له التعازي في بنته وبيعرفوه إنهم لقوا شنطتها جنب الجثة. كوان بيسألهم مين اللي عمل كده، فالمحققة بتقول له إنهم لسه بيحققوا وإنهم متأكدين إنهم هيعرفوا الحقيقة، لكنه مش مقتنع وبيقول لهم إن بنته كانت كل حاجة في حياته وإنه دلوقتي بقى لوحده في الدنيا. بعد ما بيمشوا بيبص على صورة بنته وإحساس الفقدان بيخنقه أكتر وأكتر. المشهد بيتنقل لاجتماع مجلس الوزراء وبيوصل شخص اسمه هيو، وبيبدأ ليام يناقش المجلس بخصوص الإرهابيين اللي أعلنوا نفسهم كجزء من الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي، لكنه مش متأكد إذا كانوا تابعين لهم فعلا ولا مجرد مجموعة بتستغل الوضع عشان تحقيق مصالحها. بيقول لهم إن كل اللي حصل بيدمر اللي بنوه خلال ال19 سنة اللي فاتت، وإن معاهدة السلام لو انهارت الحرب هترجع من جديد. السلطات البريطانية قدرت تحدد نوع المتفجرات وعرفت إنها كانت في مخازن تابعة لهم، وده بيخلي ليام يشك في كل اللي حواليه، فبيطلب مراجعة كل المخازن والأسلحة وعاوز قايمة كاملة بكل اللي متخزن، لأن أي خطأ في التعامل مع الوضع ده هيكلفهم غالي. في نفس الوقت في لندن بنروح لمقر مكافحة الإرهاب وبنشوف الضابط بروملي وهو بيراجع تسجيلات الكاميرات اللي كانت في مكان التفجير. بيكتشف إن اللي زرع القنبلة
هو الشاب اللي كان راكب الموتوسيكل، وبعد البحث بيعرف إن الموتوسيكل نفسه مسروق. هنا بروملي بيجيله اتصال مفاجئ وبيتصدم لما بيعرف إن كوان موجود في المبنى. بيطلع يقابله في مكتبه، وكوان بيترجاه إنه يلاقي المجرمين بسرعة ويحاسبهم على اللي عملوه في بنته. بيطلع كل الفلوس اللي معاه وبيحاول يديها لبروملي عشان يوصله للمعلومات اللي محتاجها، لكن المحقق مش بيقدر يضمن له أي حاجة. كوان بيبصله بنظرة كلها ألم، وساعتها بيكون واضح إن الراجل ده مش هيقف لحد ما ياخد حقه بنفسه. بروملي بيرفض ياخد الفلوس من كوان، وبيقول له إن اللي بيعمله ده غير قانوني، وبيطلب منه يصبر لحد ما يقبضوا على الإرهابي. كوان في اللحظة دي بيسأله: أنت عايش في لندن بقالك كام سنة؟ وقتها بروملي بيعرف إنه هنا من سنة 1984 وإنه بقى مواطن بريطاني رسمي. وهنا نكتشف إن كوان أصله صيني من مقاطعة جوانغ شي، وإنه كان بيشتغل في مدينة سايغون بعد الحرب. بعد الحرب اضطر يهرب مع مراته وبناته على سنغافورة، وبعدها راح على لندن عشان يبدأ حياة جديدة. بروملي بيحس بالذنب بسبب طريقته الجافة في الكلام، وبيعزيه في اللي حصله، وبيقول له إنه يتمنى يلاقي المجرمين قريب، بس يا ريت ما يجي المقر تاني غير لما يكون عنده أي جديد. بعد ما الشرطة بتقعد 3 أسابيع تحقق في الموضوع من غير أي تقدم، كوان بيبدأ يدور بنفسه على النت عن أي معلومات. بالصدفة بيشوف لقاء تلفزيوني مع ليام، وبيتفاجئ لما يعرف إنه كان واحد من قادة الجيش الجمهوري الإيرلندي، وكمان شارك في عمليات تفجير قبل كده. في اللحظة دي مساعدته بتدخل عليه، وبتستغرب إنه لسه ما كلش أي حاجة، وبتحاول تقنعه يهتم بنفسه، لكنه بيكون مركز على حاجة تانية تماما. تاني يوم بيقرر كوان يكلم ليام، فبيتصل على مكتبه، لكن السكرتيرة بترفض توصله بيه. بعد محاولات ليام أخيرا بيرد عليه، وكوان بيسأله مباشرة عن أسامي الإرهابيين، لكن ليام بينكر أي معرفة بيهم. كوان مش بيصدقه وبيقول له: أنت شخص ليك نفوذ ومستحيل تكون مش عارف. لكن ليام بيقفل المكالمة في وشه. بعدها كوان بياخد صور مراته وبناته وبيحرقها، وكأنه بيعلن إنه ما بقاش عنده حاجة يخسرها. مساعدته بتدخل عليه وبتحاول تقنعه يوقف اللي بيعمله، وبتقول له إن ده مش هيغير حاجة، لكنه بيديها عقد المطعم وبيقول لها إنه كتبه باسمها. بتتصدم وترفض تاخد، لكنها بتتفاجئ لما تلاقيه فجأة اختفى من الأوضة. بتسمع صوت عربيته، فبتحاول تتصل بيه لكنه مش بيرد. في الوقت ده كوان بيكسر تليفونه القديم وبيشتري خط جديد، وبعدها بيلم هدومه ويسافر على إيرلندا الشمالية. بيوصل لميناء لارن، وبعدها بيروح يستأجر أوضة في بيت معين، ومن هناك بيبدأ خط. تاني يوم بيروح مكتب ليام من غير موعد، ولما السكرتيرة بترفض تدخله بيبدأ يزعق ويصر إنه يقابله. الحراس بيتدخلوا، بس ليام بيسمع الصوت وبيوافق يقابله. كوان بيطلب منه للمرة التانية إنه يقول له أسامي الإرهابيين، وبيوريه مقالة بتأكد إنه كان عضو في الجيش الجمهوري. لكن ليام بيدافع عن نفسه وبيقول له إنه انفصل عنهم من 30 سنة واتسجن ودفع ثمن كل حاجة عملها، وإنه دلوقتي ضد العنف وبيحاول يحافظ على السلام. كوان مش مقتنع وبيقول له: رأيك هيتغير قريب. وبعدها بيمشي، بس قبل ما يخرج من مبنى الوزارة بيدخل الحمام وبيزرع قنابل صغيرة جوه، وبعد ما يمشي بتحصل انفجار بسيط يهز المكان. ليام بيتوتر، والشرطة بتيجي تفحص المكان وبيكتشفوا إن القنبلة كانت مجرد تحذير. بيجي المحقق يسأله إذا كان بيشك في حد، لكن ليام بينكر معرفته بأي حد ممكن يكون ورا الموضوع. بعدها كوان بيتصل بيه تاني وبيقول له: غيرت رأيك ولا لسه؟ ليام بيحاول يفهمه إنه فعلا مش عارف، لكن كوان بيتعصب ويقفل السكة في وشه. هنا ليام بيأمر رجاله يفتشوا كل الفنادق وبيوت الضيافة بسرعة عشان يقبضوا عليه، وفي نفس الوقت بيتصل بابن أخت شون اللي عايش في نيويورك وبيطلب منه يجي فورا. في الأوضة بتاعته كوان بيجهز قنبلة جديدة. في نفس الوقت رجال ليام بيلاقوا قنبلة مزروعة في عربية ليام ومعاها رسالة من كوان بيطلب منه الأسماء. ليام بيتعصب، وواحد من رجاله بيتصل عليه وبيقول له إنه عارف مكان كوان. ليام بيديهم أمر إنهم يقبضوا عليه ويرجعوه بلد. في اللحظة دي ليام بيتصل بوزيرة مجلس الوزراء البريطاني كاثرين، وبيقول لها إنه عنده خطة للتعامل مع الوضع، وبيسألها عن قرار العفو الملكي. هي بتقول له إن في ناس معترضين، لكن لو جاب الإرهابيين بنفسه كل حاجة هتتحول لصالح. في نفس الوقت رجال ليام بيهجموا على المكان اللي قاعد فيه كوان، لكنه بيحس بيهم قبل ما يوصلوا، فبيخبي أدوات تصنيع القنابل وبيهرب من الشباك. بيبدأوا يطاردوه، لكنه بيدخل معاهم في معركة عنيفة وبيضربهم واحد ورا التاني. رغم إصاباته بيقدر يهرب. لما ليام بيشوف شكل رجاله بعد المعركة بيتعصب عليهم وبيقول لهم مش قادرين على راجل صيني عجوز. في اللحظة دي ليام بيحس إن الوضع خرج عن السيطرة، فبيأمر مراته تجهز شنطتها عشان تاخدها رجاله على مزرعة آمن. في الوقت نفسه شون بيوصل لإيرلندا الشمالية، ومرات ليام بتفرح لما تشوف. بعدها ليام بيطلب منه يساعده في موضوع تفجير لندن، لكن شون بيقول له إن الناس غاضبة بسبب الستات والأطفال اللي ماتوا في الانفجار، وإن الجيش الجمهوري عايز يبرئ نفسه. ليام بيطلب منه يسافر لندن ويقابل المحقق بروملي عشان يأكدوا إن الجماعة مش ليها أي علاقة بالحادث. بالليل كوان بيرجع للشقة اللي مأجرها وبيقتحم على الراجل اللي ليام مكلفه يراقب المكان، ياخد عربيته ويمشي. تاني يوم بيراقب ليام من بعيد لحد ما يلمحه داخل مطعم في وسط البلد. وقتها بيقتنص الفرصة
يصوره وهو قاعد مع ماجي ويبعت له الصورة عشان يضغط عليه. في الناحية التانية شون بيروح الأكاديمية البحرية الملكية في جرينويتش، وهناك بيلاقي بروملي مستنيه. بيبلغه إن التحقيقات والشفرات السرية أثبتت إن ليام وجماعته ورا التفجير، بس شون بينكر ويقول إن في حد جوه المجلس هو اللي بيسرب المعلومات للإرهابيين، وإن عنده خطة تكشف مين هو الجاسوس ده. الخطة بتعتمد على إنه يغير الشفرات ويوزعها من جديد على أعضاء المجلس، وأول ما الإرهابيين يتحركوا في عمليتهم الجديدة ساعتها يقدروا يعرفوا مين اللي بيسرب المعلومات. بروملي بيوافق بس بشرط إن أول ما يكتشفوا الفاعل يبلغوه فوراً عشان هو اللي يتصرف معاه. ليام بياخد مراته ورجالته على المزرعة عشان يحتمي هناك، لكن كوان بيكون وراهم متابع تحركاتهم لحظة بلحظة. في الوقت ده واحد من رجال ليام بيكتشف إنهم لقوا أدوات تصنيع قنابل وإن كوان كان بيجهز حاجة كبيرة. في نفس اللحظة كوان بيخفي عربيته وسط الغابة ويمسح أي أثر ليه، وبليل بيتسلل جوه المزرعة من غير ما حد يحس بيه وبيزرع قنبلة جديدة. لما رجال ليام بيحسوا بحركته بيهاجمهم بسرعة ويوقعهم وبعدها يهرب. القنبلة بتنفجر بعد لحظات. ويليام بيلاقي نفسه في موقف صعب فبيأمر رجاله يسيطروا على الوضع ويجيبوا تعزيزات. في الوقت ده ماري بتفقد صبرها وبتقول لليام إنها مش قادرة تكمل في الحياة دي وبتقرر تسافر تقعد مع بنتها في لندن. على الجانب التاني الإرهابيين بيجهزوا قنبلة جديدة مخبينها جوه بطارية لابتوب عشان تعدي من التفتيش من غير ما حد يلاحظها، والهدف تفجير الطيارة اللي عليها قيادات البحرية الملكية. فجأة بتوصلهم رسالة بتغيير الشفرة السرية، وده معناه إن العملية قربت. ماجي اللي علاقتها بليام مش مجرد عشيقة، بتتعرف على الصحفي إيان وبتحاول تقرب منه. تاني يوم ليام بيعرف من رجاله إن التعزيزات وصلت وبيطلب من السواق يوصل ماري للندن، بس هي بتعترض وبتحاول تقنعه إنها تفضل معاه. وقت ما بيتكلموا فجأة كوان بيفجر واحدة من عربيات ليام ويقتل السواق اللي فيه. ليام بيخرج عن شعوره وبيأمر رجاله إنهم يدخلوا الغابة ويفتشوها بالكامل، لكن كوان بيكون مجهز فخاخ في كل مكان وبيقدر يصطاد رجالة ليام واحد ورا التاني لحد ما يضرب الحارس الشخصي لليام بالنار بس يسيبه عايش. كوان يجري بسرعة ويستخبى وسط الأشجار. ليام لما بيعرف اللي حصل بيقرر إنه لازم يستدعي شون فوراً ويطلب منه يتولى مهمة قتل كوان بنفسه. في نفس التوقيت ماري بتوصل لفندق وسط البلد وهناك بيجي لها شون وبنعرف إن بينهم قصة قديمة. ليام بيتصل على شون ويطلب منه يجي فوراً وبيقول له إنه وزع الشفرات على أعضاء المجلس. بعد المكالمة شون بيحكي لماري عن الخطة وساعتها بنكتشف إنها بتكره ليام جداً، وسبب كرهها إنه زمان رفض يقتل مجموعة إرهابيين قتلوا أخوها واكتفى بسجنهم، ولما خرجوا عاشوا حياتهم عادي وكملوا تعليمهم. تاني يوم كوان بيحاول يعالج جرحه بنفسه وبيكوي مكان الرصاص لكنه بينهار من الألم ويفتكر اللحظة اللي فقد فيها بناته قدام عينيه. في نفس الوقت ليام بيحاول يجمع أي معلومات عن كوان وبيجيله هيوج ويبلغوا إنهم لقوا مستندات فيها تفاصيل عن التفجيرات اللي حصلت وكمان عن نمرو وبنته اللي عايشين في لندن. من كلامهم بنلاحظ إن هيوج عنده كره شديد للبريطانيين لكنه بينكر إنه يعرف الإرهابيين أو قائدهم. ليام بيتعصب ويطلب منه يتحرك فوراً ويعرف مين ورا الهجمات قبل ما يتفضحوا. بعد ما بيمشي هيوج ليام بينادي على الحارس بتاعه ويسأله لو كان عنده فكرة عن مكان الفندق اللي قاعدة فيه ماري، فيرد عليه إنه عنده مصدر يعرف كل تحركات. ليام بيتفاجئ وبيحس إن في مؤامرة بتحصل حواليه. بالليل ليام بيروح مكتبه وبيتفاجئ لما يلاقي الكلب بتاعه ممدد على الأرض ومسدسه اختفى من الدرج. فجأة كوان بيظهر قدامه ويقول له إنه بس نايم الكلب وبعدها يقول له يقعد مكانه بهدوء. ليام بيحاول يسيطر على أعصابه لكن كوان مش بيديله فرصة وبيسأله عن أسماء الإرهابيين. ليام بيحاول يراوغ بس كوان بيهدده بالقتل ويقول له إنه عارف نوع المتفجرات اللي بيستخدموها وإنها من نوع سيمتكس اتش. ليام بيتفاجئ ويسأله إزاي يعرف النوع ده، فبيرد عليه كوان إنه كان بيستخدمه في حرب فيتنام وبيفهم إن كوان كان بطل حرب حقيقي. كوان بيتعصب ويقول له إنه مش قاتل أبرياء زيه وإنه مش هيهدى إلا لما يعرف الأسامي. ليام بيقسم إنه ما يعرفهمش لكنه بيشرح خطته للإيقاع بيهم. كوان بيديه مهلة 24 ساعة بس ولو ما جابش النتائج هيكون له حساب تاني. في نفس الوقت بروملي بيراجع تسجيلات المراقبة وبيلاحظ إن واحد من المشتبه فيهم عنده حروق غريبة على إيده. تاني يوم ماجي بتوصل للمكان المتفق عليه وبتطلع تركب موتوسيكل مع واحد من الإرهابيين. بعد لحظات الأتوبيس اللي كانت راكباه بينفجر وساعتها بنفهم إنها كانت جزء من العملية وزرعت القنبلة قبل ما تنزل. بروملي بيجري ناحية موقع الانفجار في نفس الوقت اللي فيه شون بيوصل للمزرعة وبيبدأ يدور على كوان وسط الغابة مستعد للمواجهة الأخيرة. في اللحظة دي بروملي بيتصل بليام وبيقول له إن الإرهابيين نفذوا عملياتهم الجديدة من غير ما يستنوا تغيير الشفرة، وده بيخليه ينهار ويفهم إن مفيش حد كان يعرف معلومات عن الشفرة غير شون. فبيطلب من بروملي يديله فرصة يكتشف اللي بيحصل وبروملي بيوافق لأنه عارف إن الوقت ضدهم. بعدها
كاترين بتتصل على ليام وبتزعق معاه بسبب الانفجار اللي حصل، وبتأمره يلاقي الإرهابيين بسرعة. في نفس الوقت بتقوله إنها هتسافر تاني يوم روما عشان مؤتمر أمني هناك. ليام وقتها بيرجع السواق بتاعها عشان يراقبها ويتأكد إنها في أمان، وفجأة بيعرف إن ماري كانت على علاقة بشون وإنها قابلت هيوج بعد ما خرجت من الفندق، وده بيخليه يشك أكتر في اللي بيحصل حواليه. في نفس الوقت الإرهابيين بيقرروا يزرعوا القنبلة الجديدة في الطيارة اللي رايحة روما لأن عليها مسؤولين كبار من الأمن. بروملي بيوصل لمعلومة مهمة، وهي إن الحروق اللي شافها على إيد أحد المشتبه فيهم تخص شاب اسمه باتريك عنده 29 سنة واتسجن قبل كده بسبب حادثة اعتداء. ومن خلال نظام التعرف على الوجوه بيعرفوا إنه بيتردد على حانة مشهورة بتجمعات الجيش الجمهوري الإيرلندي، وكان على اتصال بهيوج اللي طلع واحد من قيادات. بروملي بيتصل بليام وبيقول له إن هيوج هو اللي ورا العمليات الإرهابية، وبيطلب منه يعرف منه أماكن وأسماء الشباب اللي نفذوا العملية، لكنه يحذره إنه لو حاول يخدعه أو يحذره هيلاقي نفسه في السجن. في الوقت ده ليام بيأمر رجاله يروحوا يساعدوا شون في الغابة، لكنه فجأة بيروح بنفسه لهيوج وبيسرق منه الموبايل ويهدده بالقتل عشان يعترف بأسماء الإرهابي. ولما هيوج بيرفض ليام بيضربه بالنار في رجله فيضطر يكتب له كل الأسماء. ليام بيتصدم لما يلاقي اسم ماجي عشيق ضمن القائمة، ووقتها بيعرف إن شرطة مكافحة الإرهاب هتوصل في أي لحظة للقبض عليه. في الوقت ده بيواجه هيوج وبيسأله عن علاقته بماري، وبيعرف إنها بتكرهه بسبب موت أخوها وإنها هي اللي عرفته بخطة تغيير الشفرة. ليام بيتعصب جدا وبيضرب هيوج بالنار في راسه وبيخلص عليه. بعدها بيتصل ببروملي وبيبعت له كل أسماء الإرهابيين. في الناحية التانية ماجي بتكون مع إيان وبتزرع القنبلة في اللابتوب بتاعه من غير ما ياخد باله. في الوقت نفسه شون ويليام بيتكلموا وبيقول له ليام إنه بعت له كل أسماء الإرهابيين وإن اللي بيصنع المتفجرات عنده حروق على إيده. بعد المكالمة ليام بيطلب من شون يخلص على كوان في أسرع وقت، لكن كوان بيكون مجهز فخ لشون وبيوقعه فيه وبيبدأ بينهم قتال عنيف جدا، لكن كوان بيكون أقوى وأمهر. بالليل بنشوف كوان وهو رابط شون وبيسأله عن أسماء الإرهابيين، فشون بيضعف وبيقول له إن آخر رسالة في موبايله فيها كل الأسماء وأماكنهم. كوان وقتها بيفكه ويسيبه يمشي. لما شون بيرجع عند ليام بيلاقيه مقتول، ووقتها بيفهم إن ماري كانت بتلعب. في الوقت ده ماري بترجع للشقة اللي باقي فيها الإرهابيين، لكن شرطة مكافحة الإرهاب بتكون مراقبة المكان. رجال بروملي بيكونوا منتشرين في كل حتة، لكن كوان بيدخل العمارة من غير ما حد يشوف متخفي على إنه عامل غاز، وبيطلب من صاحبة العمارة تخبط على الإرهابيين وتقول لهم إن في تسريب غاز عندهم. لما الإرهابيين بيفتحوا الباب كوان بيهجم عليهم فجأة وبيحصل تبادل إطلاق نار بينهم. كوان بيقدر يقتلهم واحد ورا التاني، ولما باتريك بيحاول يقتله بالسكين كوان بيقدر يسيطر عليه ويخنقه لحد ما يخلص عليه. في الوقت ده شرطة مكافحة الإرهاب بتقتحم الشقة وبتلاقي الإرهابيين مقتولين، لكن ماجي بتكون لسه عايشة. بيحققوا معاها عن مكان القنبلة الجديدة لكنها بترفض تعترف، فبيضربوها في مكان الإصابة عشان تتألم وتضطر تعترف، وبعد ما بتقول لهم مكانها بيخلصوا عليها وبيضربوها بالنار. بروملي بسرعة بيبلغ شرطة المطار إنهم يدوروا على إيان، وفعلا بيلاقوه وبياخذوا منه اللابتوب وبيحطوه في مكان آمن قبل ما تنفجر القنبلة. إيان بيكون مصدوم من اللي بيحصل قدامه. في اللحظة دي بروملي بيبلغ كل القوات عن كوان ويديهم أوصاف، وبنعرف إنه كان مضرب في القوات الخاصة الأمريكية. كوان بيهرب وبيستخبى في أتوبيس لكنه بيكون مصاب وبينزل. بالليل شون بيروح لماري وبيقتلها برصاصة في نص راسها وبيخلص عليها. في النهاية ليام بيرجع بيته لكنه بيتفاجئ لما يلاقي كوان مستنيه هناك. كوان بيوريه صورة ليه مع ماجي وبيقول له أنت اللي خططت لعملية التفجير مش كده؟ ليام بيحاول يبرر وبيقول له إنه ما كانش عايز حد يتأذى، لكن كوان مش بيصدقه. ساعتها كوان بياخد الصورة ويبعتها لكل مواقع التواصل الاجتماعي ويفضحه قدام العالم كله، وبعدها بيسيبه ويمشي. كوان بيرجع لمطعمه والمساعدة بتاعته بتفرح لما بتشوف. في الوقت ده أحد الضباط بيتصل ببروملي وبيقول له إن كوان رجع للمطعم. بروملي بياخد قرار إنه يسيبه في حاله لأنه شايف إنه قدم لهم خدمة كبيرة ولازم يشكروه بدل ما يعاقبوه. وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. سلام.